سمعت ان في فيروس جديد في مصر. تحور مش فيروس. تحور؟ ده مرض جاي من بره. تلاقيهم كانوا خفيش تاني. انا شفت امبارح بوست على السوشيال ميديا. غلط الكلام ما هوش صح. لا افهمك بوست بس كفايه فتي بقى. كل اللي سمعتوه دلوقتي هقول لكم ده حقيقه ولا اشاعه. خليك مطمن، معلومه ان فيروس ماربرج في مصر اشاعه. ليه؟ لانه فيروس نادر جدا موجود في بعض مناطق افريقيا وبينتقل في حالات معينه جدا، زي الاحتكاك المباشر بالخفافيش او افرازاتها مش بالهواء، او عن طريق الاختلاط لفتره طويله بشخص مصاب. امال ايه اللي مخلي الاطفال تعبانه اليومين دول؟ الحقيقه اننا في موسم فيروسات الشتاء، زي فيروس RSV او انفلونزا A. الفيروسات دي منتشره في العالم كله وملهاش ادنى علاقه بكورونا، والاطفال اكيد هم الاكثر عرضه عشان العدوى ما بينهم في المدارس عن طريق الرذاذ او اللعاب او مشاركه الادوات. اعراضها بتكون واضحه جدا، زي حراره وكحه وانسداد انف، صعوبه في التنفس خاصه عند الرضع، ضعف شهيه وارهاق. اول ما تلاحظ الاعراض دي على طفلك ارجوك ما تستناش، لانها ممكن تتسبب في التهاب رئوي، جفاف او صعوبه في التنفس. لكن الكشف بدري يعني تشخيص صح وعلاج مناسب وتدخل سريع لو حصلت اي مضاعفات. وده يخلينا نعرف ان مش كل اللي بيتقال على السوشيال ميديا حقيقي، وصحه طفلك مش مجال للتجربه. لو شكيت اكيد الدكتور هو القرار الصح. فيروس سهل.